الواحد كان مستني بعد كلام الاهلي عن الصفقات ان مستوى الصفقات يبقى عالي قوي، مش بالمنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي. يعني كل الصفقات اللي جت الاهلي ما اعتقدش ان هي هتلعب اساسي اصلا، دول ان علشان يقووا دكه البدل، مع انهم بالنسبه لي لعيبه عاديه قوي. يعني مثلا احمد عيد، محمد هاني احسن منه. والله محمد هاني احسن من احمد عيد بكتير. احمد عيد 70 ماتش صنع 3 اجوان فيهم مع المصري، فمش حاجه يعني، مش رقم خالص. عمرو الجزار مدافع كويس وكل حاجه، بس انت ضامن ان هو يبقى حلو مع الاهلي؟ يعني ده اقرب واحد ممكن يلعب اساسي لو ثبت نفسه، ان دفاع الاهلي وحش. بس هل هو مدافع كواليتي؟ لا. مروان عثمان، ده انت مشيت جراديشار اعاره عشان تجيب مهاجم اجنبي. مروان عثمان جاي يعمل ايه؟ اكيد دك. مش بعيد اقول لك ان اي حد في الاهلي احسن منه، يعني مروان ولا حسين؟ حسين طبعا. فهي الفكره في كده، ان حسين ده احتياطي، يعني في لسه اشرف بن شرقي وزيزو. ممكن الصفقه الوحيده اللي الاهلي عملها حلوه وهتلعب الواد يوسف بالعمري الباك الشمال، انما كمستوى صفقات لا، صفقات وحشه. بالنسبه اللي بيراميدز بتخطط له دي، لا، هم صفقات وحشه. بيراميدز جابت حميد حمدان، عايزه تجيب لاعب برازيلي مهاجم كان بيلعب في الصين او اليونان تقريبا. فلا، بيراميدز داخله بتقولها في صفقات من غير كلام كتير، من غير شوشره، من غير حد يطلع يقول صفقاتنا وبتاع.